مساء الورد عليكم يا جماعة. ربنا خلقنا كلنا بأجسام وأنفس، بس اللي ميزنا القلوب. يعني من بره كده احنا كلنا نفس المنظر، أنا وأنت وزيد وعبيد بنفس المنظر، روح وجسم، بس اللي بيفرق بني آدم عن بني آدم القلب. عشان كده من أهم النعم اللي ربنا ممكن يديها لك إن هو يعرفك بناس أو تقع في وسط ناس نظيفة. ومن أصعب الحاجات اللي أنت ممكن تقابلها اللي أنت تتعرف على شخص مش تمام. يعني في اشخاص ممكن تصاحبهم تقول الحمد لله ان ربنا رزقني بالناس دي في حياتي، وفي ناس تعاملهم مره تندم اللي انت عاملتهم، مع انه نفس الشكل ونفس، بس هو القلب من جوه ربنا خلق ده بشكل وده بشكل. فقصه ان انت ربنا يرزقك بناس نظيفه في حياتك دي حاجه مهمه جدا. اللي خلينا بس اقول الحته دي في الاول، ان في ناس ممكن قلوبها السوداء تسخر لهم او تهيئ لهم ان انت ممكن تعيش حياتك على قفا ناس تانيين. انا اخص بالحكايه دي في واحده بدون ذكر اسماء، وهي اتعرفت طالعه ساعه ماتش المصري وتروح للكابتن انيس تقول له هو انت مبسوط كده يا كابتن؟ هو انت مش عارف ايه يا كابتن؟ طب انت عايز يعمل لك ايه؟ يعني يقطع هدومه ويطلع يجري في الشارع مثلا يلطم عشان خسر من الاهلي؟ طب ما طبيعي ان هو يخسر من الاهلي ويخسر من الزمالك ويخسر من البيراميدز، دي فرق تقيله، طبيعي ان هو يخسر. انت ايه الغريب بالنسبه لك يعني؟ كذلك على نفس المنوال على الحارس بتاعهم جاد ده، انت كده مرتاح مش عارف ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هو انت عايشه حياتك او ان انت عامله البروباجندا بتاعتك اللي انت تسترزقي على الناس، اللي انت تطلعي تهاجمي ناس هم مش مذنبين؟ ما هو المصري ده اساسا اتقدم في اول الماتش، ولو كان الماتش خلص 1-0 كنت زمانك بتبوسي ايد انيس بوجلبان. بس هل انت راضيه على نفسك ان انت مادتك، او راضيه ان انت باب اكلك او باب رزقك ان هو يبقى الاكل والشرب على اعراض الناس؟ اللي انت تجيبي ده والسواق صورته ما انت عايزه تهيجي الناس عليه. انت عايزاه يعمل ايه؟ خسر؟ طبيعي جدا في اي حته في العالم المدربين لما بيخسروا بيروحوا يسلموا على بعض، طبيعي. انت بقى عايزاه يقعد يلطم، دي حاجه بتاعتك انت. وبعدين انت سايبه بيتك، ما هو برضه لما انت هو مش شايف شغله من وجهه نظرك ومقصر، طب ما انت سايبه بيتك والرز اللي على النار وجوزك ونازله تصوري لي في مخاليق ربنا، لا لشيء الا انت تعملي بروباجندا. اتقي ربنا، اتقي ربنا، يعني اتكلمي بموضوعيه. خسرنا عشان كذا وكذا وكذا ونبقى ايه، هاي شويه، لكن ما نجيش نمسك الشخص نقعد ننحر في وبره بدون سبب. ربنا ما بيرضاش بكده. انا اللي لفت نظري مش الكوره، اللي لفت نظري طريقه عرضك لمعلوماتك. ربنا يستر عليكي.